واخيرا يا جماعه بقى في تول تساعد كل ام تعلم ولادها عن الفلوس والذكاء المالي. انا دينا مدربه تربيه وام زيكم، وحاسه ومقدره بالمعاناه اللي بتعيشها كل ام مع ولادها في الطلبات والحاجات اللي ما بتخلص. وبعد النجاح اللي حقيقي انبهرت بيه لاول تول عملناه عن الروتين وتنظيم يوم الطفل، عملنا التول الثانيه ماي ماني بانك. الاموره دي هي شبه الحصاله شويه، بس الكونسبت مختلف، لان هنا مش هنعلم الطفل يحوش وخلاص، لا، لكن هنعلمه ان المصروف او اي فلوس تانية هتجيله بنقسمها على 3 اجزاء. اول جزء الجيفنج او العطاء، وبنعرفه هنا ان اللي بنحطه في الجزء ده مش بنرجع ناخده تاني، عشان ده مش لينا، ده هيروح لناس تانية محتاج. والجزء التاني هنحوشه بس عشان نستثمره بطريقة معينة هبقى اشرحها لكم في فيديو تاني. واخر جزء الطفل حر يصرفه بطريقته. واكيد مش هسيبك تفكري كتير، عملتلك معاه دليل او مانيوال صغير كده هياخدك خطوه بخطوه عشان تعلمي طفلك على حسب سنه كل حاجه عن الفلوس، وازاي تردي عليه في معظم المواقف والاسئله اللي مرتبطه بالفلوس. وبجد هتنبسطوا قوي لما تشوفوا ولادكم عندهم وعي وفهم عن الامور الماديه وسط اصحابهم. متحمسه جدا اسمع رايكم في الفكره، وايه اكتر حاجه عجبتكم فيها.